بطريقة اللي سويتها لتحضير هذا الفروج، وعلى هالشكل اللي شايفينه، والطعم الروعة وذوبان ذوبان بتحدى فيه أفخم مطاعم فروج. هاي لعلي دقتي قبلي بهي القناة أنا أول شي بدوق. دوق تفضل. نيزة نيفة نيفة نيفة. الطعمة البهارات حطوها نفس البهارات اللي قالت لكم عليها ماما، بس انتبهوا في نوع من البهارات هلا انا بدي احطه، هذا لا تستبدلوه، لا تستغنوا عنه، لانه بيعطيكم طعمه فعلا مختلفه. هلا اول شيء بدي اعلمكم طريقه لتنظيف الفروج من غير غسله، طريقه كتير سهله بسيطه ما بتاخذ معنا وقت وبنتخلص من الزنخه تماما، وعد مني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الفيديو لكل اصدقائي متابعيني، اولادي اللي طلبوا مني اكلات سهله وبسيطه للعزابيه، يعني بنات وشباب. عم نجي من الشغل كتير تعبانين وجوعانين وما لنا خلق نقوم ونحضر اكل، بدنا هيك شغلات نحضرها كتير سهله بسيطه، وانا بقلكن بشرط تكون كتير طيبه. تعالوا معي شوفوا هالفيديو. هلا اول شي بدي اعلمكم طريقه لتنظيف الفروج من غير غسله، طريقه كتير سهله بسيطه ما بتاخذ معنا وقت وبنتخلص من الزنخه تماما، وعد مني. هلا انا بالعاده بجيب الفروج دايما بيكون له ريش ناعم او وبر، لهيك انا بستعمل الحراقه لاتخلص من هذا الوبر. مثل ما انكم شايفين هون انا مستعمل الحراقه، مشان هيك في قطع لون بني، هذا لاني بستعمل حراقه. او اذا بدكم بنشوحها شوي على الغاز، بنحرقها على الغاز. وكمان في طريقه مشان ما نلتاش على الغاز، بنجيب شويه طحين من غير ما نحط مي، شويه طحين وبنرشه هيك عليها، وبنبدا نفرك هيك اماكن الريش الوبر، نفرك هيك بسهوله بيطلع. المهم نجي لخصله. محلول ملحي، يعني تقريبا 3 معالق كبار او 4 معالق اذا الفروج كان كبير، بنحطه بالمي بحيث تتغمر الفروجه بالمي، ندوب الملح فيها وبنتركها تقريبا نص ساعه. بعد نص ساعه بنطالعه مباشره، ما بنغسله، خلص فركوها انتم بقلب المي. بعد ما لما بدنا نجي لنطالعها، قبل ما نطالعها بنفركها هيك بايدنا، بننظفها، وبعدين بنطالعها من المي بنحطها بمصفى خليها تتصفى مثل هي. لاني مثل ما سمعنا غسل الفروج بينشر بكتيريا كتير بالمطبخ، بالمغسله، على المرمره وهيك يعني. طبعا نسيت اقولكم قبل ما ننقع بالمحلول الملحي بنشيل كل شيء زوائد ما بدنا اياها، مثل طرف الجناح هون الخلفيه، انا كمان هيك قصيتها. بسم الله، هيك انا قصيتها هون، شلت الظهر بالسكينه، شوفوا شو قد نظيفه، شايفين؟ بنشيل كل هالزوائد، وطبعا بنتخلص من الوبر مثل ما قلت لكم او الريش الناعم، وبننقع بالملح، ما بدها اكتر من هيك، لا بنغسله ولا شيء. وصدقوني اذا بتلاقوا زنخه تعالوا لعندي. يلا هلا بينتي قريت كتير، بس والله من شانكم خلينا بقى نبدا هلا بالمكونات البسيطه الموجوده بكل بيت بعتقد. بس اذا بدكم تاخذوا فروج طري بدوب ذوبان وطعمه غير شكل، اتبعوا نفس الطريقه اللي بدي اعملها. هلا هون انا جهزت 3 حبات او 4 حبات بطاطا، بصلتين فرمتهم هيك دوائر، والبطاطا كمان دوائر، بتكتروا بتقللوا مثل ما انتم بدكم، بس انا جهزت المناسب يعني. هلا خلينا ناخذ هيك الفروج، بسم الله، مشان ما تحطوا فرايض كتير، تستعملوا فرايض كتير. فرأسا رح نتبلها هون بالصينيه، بسم الله. هلا هون انا عندي تقريبا عصير ليمونتين صغار او ليمونه كبيره، بسم الله. وهون 3 معالق طعام دبس الرمان، بسم الله الرحمن الرحيم. وهون عندي فنجان قهوه صغير زيت الزيتون، بسم الله. واذا عندكم عسل حطوا معلقه عسل طعام، واذا ما عندكم حطوا سكر، اعملوا مثلي، انا ما عندي عسل، البديل سكر، معلقه طعام سكر. هلا نجي للبهارات. هاي البهارات، بس انتبهوا في نوع من البهارات هلا انا بدي احطه، هذا لا تستبدلوه، لا تستغنوا عنه، لانه بيعطيكم طعمه فعلا مختلفه. هو النعناع، نعناع يابس. هون انا من كل شيء عندي معلقه صغيره، بس الكركم هذا هون كركم عندي نص معلقه صغيره، نعناع يابس، كركم، بابريكا مدخنه، زعتر اخضر او يابس، او في ناس بتقول شو عليه اوريجانو، انا ما بعرف شارك معي. المهم بهار اسود او البهار الموجود عندكم، ملح، كزبره يابسه، من كل شيء معلقه صغيره، عدا البابريكا مثل ما قلت لكم، هذا الكركم. شوف شفت شاركت، خلطهم هيك مع بعضهم، بسم الله.
وهيك وزعوا البهارات. وهلا بقى بدنا نبدا نتبل الفروج هيك، شايفين كتير سهل. هلا هيك بعد ما تبلتها بدنا ورق زبده. حميت الفرن من فوق ومن تحت، بنشغله على درجه حراره 180 ومنغطيه هيك. بسم الله. مع ورق السلوفان. هلا بنشعل من فوق وبنشعل من تحت. تقريبا بدها ساعة وربع عندي انا بالفرن. عندي انا، انتو بقى ما بعرف شلون، حسب كل فرن. ندخلها على الفرن على الرف الوسطاني، وبعد ساعة وربع بنرجع. خلينا هلا نشق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها بالمكفى. هلا ايش بدي اساوي؟ هلا بدي ارجع اشعل بس من فوق عليها حتى هيك تاخذ لون. هلا بتشوفوا لونها رح يطلع منظوم. قبل ما ارجع على الفرن هيك شوي هيك بسم الله من هالصوص هذا تشبع هيك، ونرجع هلا على الفرن على نفس عيار الفرن. وهلا شوفوا لي على هالمنظر، متشبعة وعم بتقول تعالوا كلوني. بتشهي، بتغرف القلب. الريحه لحالها يا جماعه بالمكفى. شوفوا شلون اخذت لون، خليتها هيك تاخذ لون كتير كويس. بتشهي. هلا بتعرفوا ايش شو؟ هون دهنت رغيفين دبس فليفله. حطيت دبس فليفله ونقطه زيت زيتون عشان بدي احطها اقدمها عليهم تطلع بتشهي اكثر. وجنبها كمان بدي اسوي بيواز، يعني بقدونس وبصل، بصل صغيره وشويه بقدونس. وهون عندي شويه سماق، ملح، فلفله حمراء ناعمه. واللي بيحب يحط دبس رمان كمان ما في مشكله، بس انا ما بحب مع دبس رمان لاني هيك بتمقمق تصير لها ميات. حركهم مع بعضهم بس ما بدي اكثر من هيك. وهي جنب الفروج، جنب اي نوع مشاوي بتشهي. كمان بتحسنوا مخللات، لبن، سلطه خضراء، جنبها كل شيء طيب. يلا علي خلينا نقدمها بطريقه حلوه وبتشهي تفتح النفس. يا ما هي هيك لحالها بتفتح النفس. يلا مشان ما تنعبطوا بشيلتها من الصينيه لصحن التقديم، نشيلها بهالطريقه صحنين وهيك شايفين بنقدمها. بسم الله. بطريقه اللي سويتها لتحضير هذا الفروج وعلى هالشكل شايفينه، والطعم الروعه وذوبان ذوبان، بتحدى فيه افخم مطاعم فروج. واذا عجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله راح يعجبكم وراح تدعوا لي كمان، لا تنسوا الاشتراك بصفحتي واللايك وتعليق هيك حلو مثلكم. وبالله شوفوا على هالمنظر بغرف القلب شي نظم. وهلا جينا على الدواقه. تفضلوا يلا بسم الله. ناخذ هيك شقفه من هالخبز دبس فليفله هيك. تعالوا نشوف الفروج ذوبان ذوبان، سخن نار بس. شوفوا شايفين؟ شامم الريحة عليه شي بيغرف القلب. بسم الله. وقطعة بطاطا هي ما بصير ولا هي طبعا. وهذا البيواز اللي سويته لا تستغنوا عنه، لا تقولوا بلا، كتير سهل وكتير طيب، بياخدنا لغير مكان. ويلا ندوق. بسم الله. هاي لعلي قال دقتي قبلي. بهي القناة أنا أول شي بدوق. دوق تفضل. بسم الله. يلا بسم الله. نيزة نيفة نيفة نيفة. الطعمة البهارات حطوها نفس البهارات اللي قالت لكم عليها ماما، بدكم هيك نتيجة؟ لأنه الطعم كله جاي من البهارات. نفس البهارات، التتبيلة اللي أنا عملتها نفس الطريقة، بتاخدوا أطيب فروج.